المسلسل المغربي جرح قديم اللي كتعرض حاليا في شهر رمضان خدا واحد الاهتمام ديال عدد كبير من المغاربة بسبب الموضوع الحساس اللي كيهضر عليه، اللي هو استغلال الأطفال الزهريين في السحر والشعوذة. هاد الظاهرة للأسف كانت موجودة في المجتمع المغربي لوقت طويل، لكنها زادت في الآونة الأخيرة وأصبحت محطة نقاش كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإعلام. ودابا غنشرح لكم شنو هو الشخص الزهري. الزهري هو شخص عنده ما يسمى بالزهر، يعني عنده القدرات الخارقة من وجهة نظر بعض الناس. هذا المعتقد الشعبي كيتصور أن الأطفال الزهريين عندهم قدرات خاصة كتساعد في الكشف على الكنوز المدفونة وعلاج الأمراض في السحر. هاد الفكرة كانت ديما حاضرة في الثقافة الشعبية المغربية، لكن في الآونة الأخيرة بدات كتظهر حالة اختطاف وقتل الأطفال بزعم أنهم زهريين. وبالنسبة للقصة ديال المسلسل كيطرح قصة ديال طفل زهري تم الاختطاف ديالو من طرف عصابة ديال السحرة والشيوخ المزيفين اللي كيختطفوا الأطفال الزهريين باش يستغلوهم في الطقوس السحرية. وكاينين كيفاش كتكون معاناة ديال الأطفال اللي كيعيشوا في هاد البيئة السامة، وكيوضح الحجم الخطر اللي كتعرض ليه هاد الأطفال، حيث كتعرضوا للاستغلال الجسدي والنفسي وبعض الأحيان القتل في هاد العملية. من بين الأشياء اللي كطرحها هاد المسلسل هي المعتقدات الشعبية اللي كتخلط بين الحقيقة والخيال. وفي المجتمع المغربي كاينين بعض الناس اللي مازال كيآمنوا بالسحر والشعوذة، وكيتخيلوا أن الزهريين عندهم قدرات خارقة. وهاد المعتقدات ماشي غير كتسببوا في المشاكل الاجتماعية، بل كيوصلوا للأمور الجريمة بحال الاختطاف والقتل باش الناس يقدروا يحققوا المصالح الشخصية ديالهم. والمسلسل هو بمثابة رسالة من المبدعين والمنتجين لتحسيس الناس بخطورة هذه المعتقدات، ويجب عليهم يحاربوه عن طريق التوعية. فين كتطرح القضية واش من الضروري نضلوا نآمنوا في هذه الخرافات، واش نسمحوا لأنفسنا باش نوقعوا في هذه الممارسات؟ الجواب واضح واللي هو لا، خاصة إذا كانت الأمور كتضر الأطفال وتعرضهم للأذى. ودور الأسرة والمجتمع، المسلسل كيقول لنا أن الدور الأسرة والمجتمع أساسي في حماية الأطفال. إذا كانت الأسرة غير واعية بهذه المعتقدات الخاطئة فكتكون معرضة للاستغلال، والمجتمع خاصو يتعاون مع السلطات باش يحد من هذه الظاهرة. وهذا الشيء كيتطلب التربية والتوجيه الصحيح للأطفال باش يقدروا يتعاملوا مع مثل هذه المشاكل. وحتى الشرطة والمجتمع المدني عندهم دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة، وخاص السلطات يتدخلوا بشكل صارم، خصوصا في المناطق اللي كيتم فيها اختطاف الأطفال لأغراض سحرية. وهذا الشيء كيتطلب تقديم الدعم النفسي للأطفال اللي تعرضوا لهذه الممارسات، حيث أنهم كيعيشوا حاليا في صدمات كبيرة. والخلاصة ديال الفيديو هو أن مسلسل جرح قديم هو محاولة لتسليط الضوء على قضية استغلال الأطفال الزهريين في السحر والشعوذة، وهي ظاهرة كتأثر بشكل كبير على حياة الأطفال والعائلة ديالهم. والمسلسل ماشي غير دراما، ولكن كيحاول يعطي رسالة قوية لجميع المغاربة باش يواجهوا هاد الخرافات والأفكار السلبية اللي كتأدي للأذى. وفي الأخير خاصنا نعرفوا أن الوعي المجتمعي هو الحل الأول باش نوقفوا هاد الظاهرة، وإذا كنا نريد حماية أطفالنا وضمان مستقبل آمن لهم خاصنا نتخلى على هاد المعتقدات اللي كتدمر حياتهم وكتضر المجتمع. وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو وخليو لي شي كومونتير في هذا الرأي ديال هاد الشيء هذا.